الكحل او قطرة العين او قطرة الودن ما بتفطرش لانها مش منفذ من منافذ الاكل والشرب، حتى لو لقيت طعمها في بقك كمل صيامك عادي. اما بقى قطرة الانف لو لقيت طعمها في بقك او وصل منها حاجة لمعدتك فلازم تعيد اليوم تاني، لان الانف من منافذ الجوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اما بقى لو هتحطها وتخلي بالك ان هي ما توصلش منها حاجة لبقك او ينزل منها حاجة في معدتك فكمل صيامك عادي. المضمضة طبعا ما بتفطرش، فلو انت بتتوضى وشوية ميه تزحلقوا في بقك غصب عنك كمل صيامك عادي. اما بقى لو بتستقبل هتعيد اليوم تاني. السواك ما بيفطرش وهو من السنن المستحبه سواء للصائم او غيره، وعلى فكره معجون السنان بياخد حكم السواك، ولكن خلي بالك وانت بتستعمله عشان ما تبلعش حاجه. لو واحد اعزكم الله رجع غصب عنه فده يكمل صيامه عادي. اما بقى لو حاطط صبعه في بقه وقصد انه يرجع فده يعيد اليوم تاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استقاء عمدا فليقضي. البخاخ بتاع دي التنفس او الربو ما بيفطرش لانه بيتطاير وما بيوصلش منه حاجه للمعده. بلع الريق ما بيفطرش، فما تقعدش تطف كل شويه تقرفني. اما بلع البلغم فمكروه، ولكن لو نزل غصب عنك كمل صيامك عادي. الدم اللي بيخرج من اللثه او ما بين السنان ما بيفطرش، بس خد بالك ما تبلعوش. تحليل الدم ما بيفطرش، اما التبرع بالدم بيفطر. التبرع بالدم حكمه زي حكم الحجامه، والحجامه مختلف عليها. بعض العلماء قالوا ان هي ما بتفطرش، والبعض قال ان هي بتفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: افطر الحاجم والمحجوم. فالاحوط انك تبعد عن الحجامه بالنهار، وان كان يعني لابد انك تعمل حجامه فاعملها بالليل بعد ما تفطر. الحقن والمحاليل المغذيه بتفطر لانها في حكم الاكل والشرب. اما الحقن والمحاليل الغير مغذيه زي البنسلين والانسولين والحقن اللي بتنشط الجسم وحقن التطعيم فدي ما بتفطرش سواء اتاخدت وريد او عضل. وطبعا مغذيه او غير مغذيه دي بيتسال عنها الدكاتره. وضع العطور او شماه وكذلك البخور ما بيفطرش، لكن ما تتعمدش انك تشم دخان البخور لان له جرم بينزل المعده وبالتالي بيفطر. وطبعا التدخين واللبان بيفطر، مش محتاجه يعني. لو واحد حس بحر شديد او عطش شديد ودخل خد دش ساقع او حط ميه على راسه او غسل وشه فصيامه صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل كده. ما تفضلش نايم طول النهار وكسلان في رمضان لان ده بيقلل اجر الصيام، وخلي بالك ان الاجر بيبقى على قد المشقه، يعني كل ما يبقى فيه مشقه اكتر كل ما يبقى اجرك يبقى اكتر. وصدقني والله رمضان بيخلص اصلا قبل ما يبدا. سلام.